أستاذة، أنا ماليش مؤخر، مش مكتوب ومكتوب المسمى بيننا. كمان القايمة نفس الكلام. محدش كتب لي قايمة. طيب، في ناس ما بتكتبش قايمة وفي ناس ما بتكتبش مؤخر لأسباب ليهم هما. مثلا في زوج بيرفض، يقول لا، الجوازة مش هتتم لو أنا كتبت مثلا مؤخر كبير أو لو كتبت قايمة. فعشان الأهالي تعدي الدنيا ما بيكتبوش. طيب، بس قالت لي معلومة، قالت لي ان هي عندها اخت مكتوب لها قايمة ومكتوب لها مؤخر. من حقك تاخدي قايمة المثل. يعني ايه؟ تدخلي وتقولي ان انا اهلي جهزوني نفس الجهاز بتاع اختي بس انا ما كتبتش قايمة، وتثبتي ايه اسباب عدم كتابة القايمة. ولو معاكي فواتير ده هيعزز موقفك جدا في القضية. المؤخر نفس الكلام، لو قسيمة الزواج بتاعت أختك مكتوب فيها مؤخر من حقك إنك تطالبي بزيه. طيب، المحكمة بقى هي سلطة تقديرية في الموضوع ده، وهي اللي من حقها تفصل وتقول إذا كنتي تاخدي زي أختك ولا لأ.